مساء الخير يا طنط. كتير جدا بنلاقي ناس بتتعرض لنزيف الانف، واول حاجه اللي حواليه بيعملوها ان هم بيقولوا له ارفع راسك لورا علشان الدم ما ينزلش والنزيف يزيد، ودي اكبر غلطه ممكن تساعدوا بيها، ودي برضو من ضمن اشهر الخرافات اللي اتعودنا عليها. لازم تفرق الاول هل النزيف ده حصل نتيجه اصابه معينه كده سببت له النزيف، ولا النزيف ده جاي طبيعي ومن غير اي حاجه. لو النزيف ده جاي نتيجه اصابه كبيره في المناخير، ساعتها انت ما ينفعش تتصرف خالص، ولازم انك توديه المستشفى فورا. افتكر الرساله كده وصلت طيب النزيف ده لو حصل لوحده كده نتيجه ان الشخص ده مثلا اتعرض لضربه شمس او ضغط عالي او اي سبب معين، هنا يبقى لازم تعمل الاتي. اول حاجه انك تضغط بسرعه على الطرف الغضروفي من المناخير، يعني انك تمسك مناخيره كده من النص عشان توقف النزيف شويه. في الوقت ده تخلي الشخص اللي بينزف يقدم راسه لقدام، ما يرجعهاش لورا خالص، وانك بعد كده تستخدم القطنه عشان تبدا توقف الدم، وما تشيلش ايدك من عن مناخيره الا لما الدم يقف. ولو النزيف استمر اكتر من ربع ساعه، على طول لازم تروح بيه المستشفى، لان الدم في الوقت ده مش هيقف بالطريقه العاديه، وتبدا بقى المستشفى تاخد الاجراءات اللازمه سواء محاليل او ادويه عشان توقف النزيف. وبكده لا انت قدرت تتصرف صح وتنقذ اللي قدامك. خلصت معلومه النهارده، استنونا في حلقات ومعلومات اقوى بكتير، وسلام عليكم.